جمال وروعة الدنيا إذا زدنا بها وعيا، لنحمي الروح والأجسام ونسمو كلما نحيا. جمال وروعة الدنيا إذا زدنا بها وعيا، لنحمي الروح والأجسام ونسمو كلما نحيا، ونسمو كلما نحيا. طبعا اختيار الحذاء المناسب شيء جدا مهم. ليش؟ لأن الجوتي الغير مناسب ما راح يأثر على القدم بس، راح يأثر على مفاصل الرجل كلها اللي هي الركبة، الحوض، وبالتالي يؤدي إلى أضرار بالظهر. طريقة اختيارنا للحذاء المناسب راح تكون: أولاً الجوتي المفروض يكون وسيع مو ضيق من قدام على أساس ما يضغط على عظام القدم الجانبية. ثانياً المفروض الجوتي يكون في الجوتي الرياضي بالأخص يكون في قطعة الربل، هذه تمنع أي احتكاك بين القدم والأرض. ثالثاً المفروض الجوتي يكون في قطعة صغيرة تعبي التقوس الجانبي للقدم، وهذه الخاصية مو موجودة بجوتي الفلات، لذلك جوتي الفلات مو صحي. في بالمحلات الرياضية سكشنز في حق الجري، المشي، مثلا كرة القدم، فنقدر نختار من هذيلا بما يناسب نشاطنا اليومي. آخر شيء وأهم معلومة، الجوتي إذا استهلكناه مدة 6 أشهر معناته مدة وايد طويلة، هني نقطه وناخذ جوتي ثاني غيره، لأن الجوتي يكون فقد خصائص الجوتي السليم. لقيت جوتي المناسب.